اللوحة بالرغم من الألم اللي فيها لكن فيها كمان قوة. اللوحة دي عبارة عن بورتريه ذاتي للفنانة فريدة كاهلو، والألم اللي فيها واضح في الشوك اللي ملفوف حوالين رقبتها وحتى بيخليها تنزف. الفنانة المكسيكية في ثقافتها إن برضو القطط السوداء ترمز للنحس والقرود للشر، ومع ذلك اللوحة مش بس شر وسوء حظ وخسارة وألم، فيها كمان أمل، زي الفراشات اللي موجودين في شعرها في اللوحة من فوق، والخضرة اللي وراها اللي بترمز للخصوبة والحياة. الفنانة كانت رسمت اللوحة في وقت صعب من حياتها بعد انفصالها عن جوزها وحبيبها، مع ذلك اللوحة مش بس ألم ومعاناة، لكن كمان فيها أمل واحتمال لحب جديد، يمكن مش حب راجل جديد ليها، لكن يمكن مثلا نمو حبها لنفسها. وانتي ايه أكتر حاجة عجباكي في اللوحة دي؟